في اعلانات بنشوفها كل يوم لشركات كتير، من اول الستارت ابس لغايه المؤسسات الكبيره، كلهم بيكرروا نفس الاخطاء والفلوس بتروح على الارض. انا اقول لك على 5 اخطاء اوعى تقع فيهم لو انت بتعمل ليد جنريشن، بيقع فيها معظم الناس اللي شغاله في الماركتنج والسيلز. اول حاجه، مفيش تعريف واضح للعميل المثالي. اكتر من نص الشركات في العالم ما عندهاش بروفايل واضح للايدل كاستمر، وده بيخلي اعلانك يظهر لناس ممكن ما تكونش مهتمه اساسا، وده بيخليك تدفع من غير ما يدخل لك عائد حقيقي. تاني حاجه، فورم تسجيل تكون طويله ومعقده. بيهيفير العميل الجديد مش بيحب التعقيد والبروسيس طويل. لو الفورم اكتر من 4 أو 5 خانات، نسبه ان العميل يكمل الفورم للاخر هتكون قليله جدا، وده هيعلي لك الكوست. فدايما اسال على المهم اللي هيفيدك في الفلتريشن والكواليفيكيشن. تالت حاجه، انك تتاخر في الرد على الليدز. لو اتاخرت في الرد على العميل، في احتماليه كبيره ان الكونفرجن ممكن يقل لغايه 80%. وعايز اقول لك ان في مصر لو ما ردتش على العميل في خلال ساعتين، الهوت ليد ممكن يحجز مع المنافس بتاعك. رابع واهم حاجه بالنسبه لي، ان محتوى الاعلان يكون ضعيف. السوق مليان اعلانات، فليه انت بالذات؟ ايه اليو اس بي بتاعك؟ وازاي انت بتخاطب العميل؟ وهل انت فعلا دارس وعامل كرييتيف فانل للكاستمر جيرني؟ خامس حاجه، التركيز على الكوانتيتي مش الكواليتي. ركز مع العميل المهم فعلا، ما تحرقش وقت ومجهود ومعنويات الفريق. صدقني الكواليتي اهم بكتير جدا من الكوانتيتي. السوق ده اللي بيكسب مش اللي بيصرف اكتر، اللي بيكسب هو اللي فاهم رحله العميل من اول التاتش بوينت لغايه ما يعمل كلوزر، ويكون فاهم كويس قوي الديسيشن تريجر. لو لسه بتعاني مع الليدز ومش عارف تجيب كواليتي حقيقيه، كلمنا واحنا هنساعدك.